السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير 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 والله. معلش انا غايبة عليكم بقالي فترة بس الحمد لله. احنا هنا بنحمي السكينة. قلت بقى ايه، اطلع اذبح الزغلول بتاعنا، حاج برع اللي فوق ده. ديك وفرختين. ماشي، ده الديك معايا هنا كان غشيم 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 يعني. بطة بطة بنتي كانت هي اللي بتصطاده هي اللي كانت بتجيبه. خربشها وخربشني وبهدلنا، على ما مسكناه كان مبهدلنا. بصوا بقى هنا انا الذبيح بتاعي ازاي. بتحطي الرجلين الفرخة تحت رجليكي، والجناحين تحت رجله، وبتذبحي وتقولي بسم الله الله اكبر وبتذبحي. تمام. طبعا انا مش هنذبح يعني هنا علشان خاطر الاستاذ يوتيوب. طبعا ما ينفعش ان احنا نذبح وكده. فهنا بقى احنا كنا عملنا الحوار ده، وبتغطي بقى عليها كده. ده المكان دوت يا جماعة في الركن البعيد الهادي على السطح بعيد خالص. بنجيبه كده. انا ذبحت ايه الحاج برعي. فاطمة بقى قلت لها خشي هاتي ايه صينية وشروق اللي جوه دول. قفلت عليها البوكس يا جماعة كانت خايفة، وخايفة ان هم يجوا عليها. قلت لها لا خشي اجبصيهم يا بطة هاتيهم وبص فرحانة ان هي انتصرت على على الفرختين، مسكتهم الاتنين يا سلام، عملت عمل بطولي خلاص كده اللهم صل على سيدنا محمد. تنسوش يا جماعة تشتركوا بالله عليكم معاكم في معايا في القناة، وتدوسوا لايك. هنا طبعا انا بقى دبحتهم ونضفتهم وروقت عليهم. وتعالوا بقى شوفوا معايا ايه المحلول النقع بتاعي. انا بنقعه ازاي. انا بحط الفراخ بتاعتي ديت في المحلول بتاعها ده، بيخليها يا جماعة ريحتها تحفة. يعني حتى لما بغسلها وبنضفها وبروق عليها وباجي اسلقها مثلا، بتبقى ريحتها نفاذة وجميلة جدا، نفاذة بريحة طيبة حلوة يعني. هنا عندي طبعا ليمون. تمام. وبحط ملح. ماشي. وبحط جنزبيل. مفيش جنزبيل تحطي طحينة، يا طحينة يا جنزبيل، ده او ده. بس بصراحة الجنزبيل يا جماعة تحفة. هو توابل اصلا يعني، بيخلي ريحة اللحم نفسه جميل. بغسلها وبنقعها يعني. هي بصي بقى انا حطيتها هنا، قعدت حوالي مثلا قولي ايه ساعة ساعتين. سبتها كده مع نفسها. طبعا هاخد ديت شوية مية هنا من المحلول ده، عشان هحط فيه الكبد والقوانص. ما بحبش احط الكبد والقوانص مع الفراخ، ما بحبش يعني. بحب دي لوحدهم ودي لوحدهم. اللهم صل على سيدنا محمد. تمام. هنا بقى المحلول ده خدت شوية منه. فبصوا الكبدة ما شاء الله اللهم بارك كانت جميلة جدا. طبعا انا عامله في فيديو تاني بقى للطريقه بتاعتهم مع الكبد والقوانص، بعملها بطريقه حلوه ان شاء الله تعجبكم. هنزل لكم الفيديو قريب ان شاء الله. ماشي. فبتغسليهم بقى، بغسلهم مره واتنين وتلاته بعد النقع ده. وهنا بقى ما شاء الله اللهم بارك كنت كيستهم. تمام. كل الكيس الصغنن دوت اللي هو بتاع الهياكل يعني بتاعتها، اللي هي الرجول والحاجات دي. ما برميش حاجه من الفرخه يا جماعه في الغلا اللي احنا فيه ده مفيش حاجه تترمي خالص. نحافظ على كل حاجه عندنا. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.